بفضل العلم والتكنولوجيا كل حاجة حوالينا بتتطور بسرعة كبيرة جدا في كل المجالات، ومن أكثرها وأسرعها مجال الإلكترونيات. لدرجة إن واحد من أكبر صحاب مصانع السيارات في العالم قال مرة كلمة: لو العربيات بتتطور بنفس سرعة تطور الإلكترونيات سعر العربية الواحدة هيوصل ل$1. الكمبيوتر هو أحد أهم الاختراعات اللي ظهرت في القرن الماضي، نقدر نقول إن هو الأساس في كل الاختراعات الحديثة. لكن من الطبيعي إن الكمبيوتر قبل ما يظهر لنا في القرن الماضي مر بعدة تطورات كتير جدا، وكانت البداية من حوالي 4000 سنة تقريبا. لو عايز تعرف إزاي كمل الفيديو للآخر. تعالوا الأول نفهم يعني إيه كمبيوتر. جهاز الكمبيوتر ظهر من القرن الماضي، وكان أول استخدام ليه هو العمليات الحسابية البحتة. فكان الموظف اللي بيشتغل على الجهاز أو الأداة دي كانت وظيفته الوحيدة إن هو يعمل العمليات الحسابية بشكل أسهل وأسرع. وكان الموظف اللي بيشتغل على الجهاز أو الأداة دي كان بيتسمى كمبيوتر، اللي هي جاية من فعل كومبيوت. كومبيوت بمعنى يحسب، الفعل بتاعها كمبيوتر، وده كان اسم الموظف اللي بيشتغل على الجهاز أو الأداة دي. مع الوقت ومع مرور الزمن اتغير المسمى لحد ما وصل ان الجهاز ده بقى اسمه كمبيوتر. يبقى الكمبيوتر باختصار هو اداه او جهاز بيتم استخدامها في العمليات الحسابيه. سنه 2400 قبل الميلاد كان ظهور اول جهاز كمبيوتر، كان عباره عن خطوط مرسومه على الرمله وبيتم وضع علامات بالحصى عشان خاطر يقدروا يعدوا. بعدين في القرن الثالث قبل الميلاد في الصين عملوا بوصله عباره عن عربيه خشب ليها عجلتين وبتلف على ترس تفاضلي. الترس التفاضلي ده كان احد اهم اسباب ظهور اجهزه الكمبيوتر التناظريه اللي ظهرت بعد كده. في نفس الوقت في الهند كان في واحد اسمه بنجالا اخترع نظام العد الثنائي اللي هو عبارة عن الصفر والواحد المعروف دلوقتي بلغة الآلة. في العصر الذهبي للإسلام كان في اختراعين مهمين جدا أبهروا العالم كله، منهم اختراع اسمه أكواتوريوم للمخترع إبراهيم بن يحيى الزرقالي، والاختراع الثاني اسمه أسترلاب التراث الميكانيكي للمخترع أبو الريحان البيروني. لكن استخدام الأجهزة دي اقتصر على الاستخدام الفلكي بس. بعدها في بلاد فارس ظهر محمد بن موسى الخوارزمي اللي اخترع علم الخوارزميات، اللي هو يعتبر أحد أهم أسباب وجود الكمبيوتر بالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي. الخوارزميات باختصار هي عبارة عن مجموعة من المهام اللي بتتم وفقا لجدول زمني مرتب. ولو حابين تعرفوا أكتر عن محمد بن موسى الخوارزمي والخوارزميات وأهميتها في اختراع الكمبيوتر اكتبوا لي ده في الكومنتات. أما بقى في سنة 1936 في ألمانيا كان في مهندس اسمه زوز بيشتغل في شركة طيران اسمها هينسكل. المهندس ده بدأ يحس بالملل من العمليات الحسابية اللي كان بيعملها بشكل يومي وشكل روتيني، وبما إن الحاجة أم الاختراع قرر إن هو يصمم أول جهاز كمبيوتر تناظري، وكان بيشتغل بشكل ميكانيكي. الجهاز كان بيتكون من 30,000 قطعة معدنية، والرغم من كده ما كانش دقيق جدا، وكان دايما فيه أعطال كتير بسبب القطع الكتيرة وبسبب إن الدقة الميكانيكية ما كانتش متوفرة. الجهاز ده كان اسمه زد 1، وجدير بالذكر إن الجهاز ده اتدمر في الحرب العالمية الثانية هو وكل المخططات بتاعته، وشركة سيمنز هي ومجموعة من 5 شركات تانيين كانوا بيعملوا مشروع لتجميع الجهاز مرة تانية. لكن الباشمهندس زوس ما يقسش وعمل أجهزة تانية بعدها من ضمنها زد 2 وزد 3 وزد 4، ومن اشهر الاجهزه دي كان زد 3 وزد 4. سنه 1948 كانت الذاكرات الداخليه اتطورت بشكل كبير جدا، وظهر اول جهاز كمبيوتر ممكن استخدم من عليه برنامج مخزن بالفعل. ولحد سنه 58 اتعرف الجيل ده بالجيل الاول اجهزه الكمبيوتر. اجهزه الكمبيوتر في الفتره دي كانت حجمها كبير جدا، لانها كانت بتستخدم تقنيه اسمها الصالات المفرغه. دي كانت حاجه شبه اللمبات الالغوز القديمه، لكن اعطالها كانت كتيره واستهلاكها في الكهرباء كان عالي قوي. فظهر بعد كده الجيل الثاني من اجهزه الكمبيوتر، وده كان من سنه 58 لسنه 64. في الفتره دي استغنوا تماما عن تقنيه الصمامات المفرغه واستبدلوها بتقنيه الترانزستور اللي ساهمت بشكل كبير جدا في تصغير حجم الكمبيوتر، وفي نفس الوقت سرعه اكبر واستهلاك كهرباء اقل. من 64 ل 70 كان الجيل الثالث لاجهزه الكمبيوتر اللي ظهرت فيها تقنيه الادارات المتكامله، وده كان عباره عن تجميع دايره كهربائيه كامله في شريحه واحده بس، اللي هي معروفه دلوقتي بتقنيه الاي سي. اما من سنه 1970 لحد دلوقتي ده كان الجيل الرابع من اجهزه الكمبيوتر، وده اللي استمر لحد دلوقتي. اكيد مر بتطورات كتير جدا لكنه ما زال بيشتغل بنفس التقنيه. اهم تقنيات الجيل الرابع ان هم جمعوا جميع اجزاء المعالج او البروسيسور في قطعه واحده بس من السيليكون. اما بقى اجهزه الجيل الخامس دي اللي احنا منتظرين ظهورها في الفتره اللي جايه، وطبعا كلنا متوقعين انها هتعتمد على تقنيه الذكاء الاصطناعي